الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم في مادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي هو نص مصر هي الدنيا. ده نص شعر وهو حفظ يا ولاد للشاعر أحمد شوقي. من هو أحمد شوقي يا ولاد؟ تعالوا مع بعض نتعرف على الشاعر العظيم أحمد شوقي. أحمد شوقي شاعر مصري من أشهر شعراء العصر الحديث. ولد بالقاهرة عام 1870 من الميلاد. درس في فرنسا وكان يهوى الشعر وبرع فيه ولقب بأمير الشعراء. توفي عام 1932 من الميلاد. تعالوا مع بعض يا أولاد نقول النص بتاعنا: اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده، ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأسيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنيا. نقول النص مرة تاني: اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده، ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنيا. ناخد مع بعض يا ولاد معاني المفردات اللي وردت في هذا النص. نسود نسبق ونغلب، نسود نسبق ونغلب. نؤيده نقويه، نؤيده نقويه. نشيده يعني نبنيه، نشيده نبنيه. نحسنه نجمله، نحسنه نجمله. مآثر يعني مكارم ومفردها مأثرة، مآثر مكارم ومفردها مأثرة. تاج ما يضعه الملك فوق رأسه والجمع تيجان والمراد زينة، تاج ما يضعه الملك فوق رأسه والجمع تيجان والمراد زينة. وهاجا المراد شديد اللمعان، وهاجا المراد شديد اللمعان. أثيل يعني أصيل، أثيل أصيل. للعليا للعلا والرفعة، للعليا للعلا والرفعة. تعالوا مع بعض يا ولاد نشوف شرح الأبيات بتاعتنا. في البيت الأول إلى البيت الثالث الشاعر بيؤكد أن بالعزيمة والإصرار سنسود ونسبق غيرنا ونعيد أمجاد هذا الوطن العظيم، وإننا نبني هذا الوطن ونقويه بالحق والعدل، ونحسنه ونجمله بالأخلاق الحميدة والعمل الجاد والسعي المستمر، وسوف نعمل على تقدمه ورقيه. مرة تانية يا ولاد، في الأبيات من 1 إلى 3 الشاعر يؤكد أن بالعزيمة والإصرار سنسود ونسبق غيرنا ونعيد أمجاد هذا الوطن العظيم، وإننا نبني هذا الوطن ونقويه بالحق والعدل، ونحسنه ونجمله بالأخلاق الحميدة والعمل الجاد والسعي المستمر، وسوف نعمل على تقدمه ورقيه. والأبيات يا أولاد من 4 ل 6 الشاعر بيقول: ولأن وطننا عظيم فإننا نجعل له الشمس تاجا مرصعا بالرفعة والعلو والشموخ، وسوف نجعل ضحى هذه الشمس عرشا وهاجا له بريقه، فعلينا أن نسعى لنستعيد المجد الأصيل لتصل مصر إلى العليا حتى تكون هي الدنيا. تاني في البيت الرابع إلى البيت السادس يقول: ولأن وطننا عظيم فإننا نجعل له الشمس تاجا مرصعا بالرفعة والعلو والشموخ، وسوف نجعل ضحى هذه الشمس عرشا وهاجا له بريقه، فعلينا أن نسعى لنستعيد المجد الأصيل لتصل مصر إلى العليا حتى تكون هي الدنيا. مظاهر الجمال اللي وردت في هذا النص: الشاعر بيقول: وطن بالحق نؤيده، تعبير جميل يصور الوطن بإنسان نؤيده ونوافقه. مرة تاني: وطن بالحق نؤيده، تعبير جميل يصور الوطن بإنسان نؤيده ونوافقه. نزينه بمآثرنا، تعبير جميل يصور الوطن بالملك الذي يلبس تاجا. نزينه بمآثرنا، تعبير جميل يصور الوطن بالملك الذي يلبس تاجا. وضحاها عرشا، تعبير جميل يصور الضحى بعرش يجلس عليه الوطن.
وضحاها عرشا، تعبير جميل يصور الضحى بعرش يجلس عليه الوطن. سعيا أبدا سعيا سعيا، التكرار يفيد التأكيد على ضرورة العمل. سعيا أبدا سعيا سعيا، التكرار يفيد التأكيد على ضرورة العمل. عندنا يا ولاد أسئلة ورد في هذا النص، أسئلة مجاب عليها. كيف نحقق السبق للوطن؟ نحقق السبق للوطن بالعزيمة والإصرار. كيف نحقق السبق للوطن؟ نحقق السبق للوطن بالعزيمة والإصرار. بما نبني الوطن؟ نبني الوطن بالحق والعدل والأخلاق الحميدة والعمل الجاد. بما نبني الوطن؟ نبني الوطن بالحق والعدل والأخلاق الحميدة والعمل الجاد. بما نصح الشاعر أبناء مصر لتحقيق التقدم؟ نصح الشاعر أبناء مصر لتحقيق التقدم أن تسعى جاهدة لتستعيد المجد الأصيل. بما نصح الشاعر أبناء مصر لتحقيق التقدم؟ نصح الشاعر أبناء مصر لتحقيق التقدم أن تسعى جاهدة لتستعيد المجد الأصيل. ما الجمال في قول الشاعر وضحاها عرشا؟ صور الضحى بالعرش الذي يجلس عليه الوطن. ما الجمال في قول الشاعر وضحاها عرشا؟ صور الضحى بالعرش الذي يجلس عليه الوطن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.